انتهاء الجولة الخامسة من دوري نايل بتصدر النادي المصري جدول الترتيب، وبعدها أعلن الكابتن حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي أثيوبيا وبوركينا فاسو. إن شاء الله المباراة الأولى هتكون مع أثيوبيا على استاد القاهرة الدولي بحضور 50,000 متفرج للمباراة يوم 5/9 إن شاء الله الساعة 10 مساء. والمباراة التانية هتكون في بوركينا فاسو على ملعب 4 أغسطس. طبعا موقف مصر من المجموعة، مصر حاليا بتتصدر المجموعة ب16 نقطة، ويليها بوركينا فاسو ب11 نقطة، وسيراليون ب8 نقط، واثيوبيا ب6 نقط، وبتتساوي معها غينيا بيساو ب6 نقط، وبتيجي في آخر المجموعة جيبوتي بنقطة واحدة. طبعا موقف منتخب مصر، منتخب مصر بيحتاج ان هو يفوز في المباراتين اللي جايين دولت بتاع اثيوبيا وبوركينا فاسو عشان يضمن التأهل مباشرة لكأس العالم في امريكا. ولكن في حالة تعثر منتخب مصر بالتعادل في مباراة وفوز في مباراة اخرى، هيتم الحسم في المباراتين الاخرتين اللي هي مباراة غينيا بيساو او جيبوتي، وده طبعا في حالة ان بوركينا فاسو ما تعثرش. لكن في حالة تعثر بوركينا فاسو ان شاء الله منتخب مصر يحسم في الجولتين دولت التأهل لكأس العالم بأمريكا في الصيف القادم ان شاء الله. طبعا احنا هنتكلم عن قائمة منتخب مصر واختيارات كابتن حسام حسن للعيبة اللي هتمثل مصر في مباراة اثيوبيا وبوركينا فاسو. طبعا جات الاختيارات لحراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي وعبد العزيز البلعوطي، في خط الدفاع رامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد ومحمد ربيعة ومحمد هاني واحمد عيد ومحمد حمدي واحمد نبيل كوكا، وفي خط الوسط جاء حمدي فتحي ونبيل عماد دونجا ومروان عطية ومحمود صابر ومهند لاشين واحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وابراهيم عادل ومحمد صلاح، وفي خط الهجوم جاء مصطفى محمد وأسامة فيصل. هنتكلم في اول خط هو خط حراسة المرمى. طبعا كابتن حسام حسن اختار 2 من الاهلي وواحد من الزمالك وواحد من البنك الاهلي اللي هو عبد العزيز البلعوطي. طبعا كان المفروض ان على الاقل كان حارس بيراميدز احمد الشناوي كان يبقى متواجد في مباراتي اثيوبيا وبوركينا فاسو، لاعب دولي وليه خبرات مع منتخب مصر، وكان ممكن حسام حسن يستغنى عن واحد من الثلاثه سواء مصطفى شوبير او محمد صبحي او عبد العزيز البلعوطي، لان هو طبعا الشناوي محمد الشناوي لاعب الاهلي هيكون من الركائز الاساسيه اللي موجوده مع منتخب مصر. اختيار الكابتن حسام حسن لخط الدفاع اللي هو جه فيها رامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد ومحمد ربيعة اللي هم السرد باكات اللي موجودين. طبعا جت ظلمه لبعض اللعيبه كانت بتأدي كويس في الدوري المصري زي احمد سامي ومحمود مرعي واسامه جلال، على الاقل كان المفروض يتواجد واحد منهم في قائمه منتخب مصر في خط الدفاع. وطبعا نقول انه يحسب لكابتن حسام حسن ضم عمرو الجزار، لعيب مجتهد ولعيب كويس، ونتمنى ان احنا نشوفه في الملعب وربنا يكرمه ان شاء الله كده ويحقق نتائج كويسه مع منتخب مصر ويكون سبب من اسباب صعود منتخب مصر. بالنسبه بقى لكابتن حسام اختيارات الباكات عندنا يعني ما شاء الله، يعني عندنا محمد هاني، يعني الناشئ محمد هاني لحد دلوقتي ما بيعرفش يرفع اوفر، ولما بيرفع اوفر بيبقى بيرفعه بالحظ، تمام. واللاعب احمد عيد، الغريبه ان احمد عيد ما لعبش كل الماتشات مع المصري، يعني كان بيلعب كريم العراقي. في بقى لعيب جامد جدا يعني انتوا ناسينه او انتوا مش عايزين تتكلموا عليه او انتوا ما بتذكروهوش علشان اللعيب ده ما وراهوش حد اعلامي او هو ليه في السوشيال ميديا او بيطلع يتكلم او زي اي لعيب تاني ليه جماهيريه. اللعيب ده اللي هو لعيب علي فوزي، لعيب نادي مودرن سبورت، اللي هو عامل 4 اسيست في الدوري المصري في اول 5 جولات، عامل 3 اسيست وجايب هدف وواخد احسن لاعب. فوزي كان من اللعيبه اللي كانت لازم تتواجد في قائمه منتخب مصر، لان هو لعيب يستاهل ان هو يبقى موجود مع منتخب مصر. طبعا محمد حمدي راجل بيأدي في الناحيه الشمال كويس جدا ولا غبار عليه في اختياراته. بس الاختيار الثاني احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا كابتن حسام اساسا بيلعب ديفندر في نص الملعب، والراجل يعني بيلعب باك شمال كده، اللي هو يعني لما بيتزنقوا في الباك شمال بينزلوا احمد نبيل كوكا.
حضرتك عندك في الدوري باكات شمال كويسه يعني. عندك احمد فتوح، وعندك كريم حافظ لاعب بيراميدز، وعندك يحيى زكريا لاعب غزل المحله. كنت ممكن تستعين بواحد من الثلاثه دول اللي موجودين، لانك اكيد هتحتاج واحد منهم يعني يشيل الجبهه الشمال. تعالى بقى للمعمعه، يعني معمعه نص الملعب. يعني انت واخد في نص الملعب اختيارات يعني غريبة جدا. مش عارف هل انت واخدهم كمالة عدد ولا انت واخدهم من اجل ايه يعني. يعني عندك كده كده حمدي فتحي راجل من الاساسيين، نبيل عماد دونجا راجل مستواه نازل، ما بيلعبش ماتشات مع الزمالك كتير، كله بيطلع يتكلم عليه. عندك مروان عطية، راجل مصاب من كاس العالم وعامل عملية، وما لعبش ولا مباراة رسمية ولا ودية مع النادي الاهلي، فتم اختياره على اي اساس؟ ولو حضرتك اخترت مروان عطية وهو راجل ما لعبش، يبقى كان اخترت امام عاشور، ما هو راجل برضو ما لعبش وقال لك انا جاهز، فكنت اخترته مع ايه، مع مروان عطية. طبعا التجاهل الكبير جدا للعيب زي عمرو السولية، لعيب لعب مع سيراميكا كليوباترا وكان سبب في فوز وانهاء ماتشات كتيرة جدا. فكان لازم عمرو السولية يكون متواجد مع منتخب مصر. راجل ليه خبرات وراجل قائد لمنتخب مصر، والحاجة الكويسة اللي أنا مبسوط ليها إن هو انضم لمنتخب مصر التاني، أو مش هنقول بقى منتخب مصر التاني، هنقول منتخب مصر اللي هيلعب بطولة كأس العرب إن شاء الله في قطر، اللي هي هتبقى في شهر ديسمبر إن شاء الله. في لعيب تاني طبعا ما خدش حقه ان هو يبقى متواجد في قائمه منتخب مصر، وهو اللاعب محمود حماده، لاعب النادي المصري. لاعب بيأدي بصوره جيده جدا مع النادي المصري، وفي نفس الوقت فرقته متصدره الدوري، ولاعب دولي لعب قبل كده لمنتخب مصر. وفي الجانب الهجومي جاء الاختيار لمحمود تريزيجيه واحمد سيد زيزو وعمر مرموش وابراهيم عادل ومحمد صلاح ومصطفى محمد واسامه فيصل، ودول طبعا من افضل الخيارات اللي موجوده على الساحه. طبعا لعيبه على مستوى عالي جدا، ولعيبه ان شاء الله تقدر تأدي المهام المطلوبه منها وتحقق الفوز لمنتخب مصر ان شاء الله. طبعا مع عدم استدعاء اللاعب اللي هو نفسه يمثل منتخب مصر، اللاعب هيثم حسن لاعب ريال اوفيدو الاسباني، اللي بيأدي بشكل جامد جدا وشكل رائع جدا في الدوري الاسباني. وكابتن حلمي طولان اتواصل معاه لتمثيل منتخب مصر في كاس العرب، ولكن اللاعب اتكلم وقال ان هو عايز يبقى متواجد مع منتخب مصر الاول في بطولة افريقيا. فان شاء الله يكون كابتن حسام حسن عينه عليه ويضمه لمنتخب مصر ونكسب لاعب، بدل ما نشوفه بيلعب بقميص منتخب اخر زي منتخب تونس. واقرب تشكيل لينا اللي ممكن يبدا بيه كابتن حسام حسن هيكون في حراسه المرمى محمد الشناوي، في خط الدفاع هيكون رامي ربيعه وحسام عبد المجيد، في الباك اليمين هيكون محمد هاني، في الباك الشمال محمد حمدي، وسط الملعب هيكون متمثل فيه احمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وحمدي فتحي، وفي الامام هيقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. ده التشكيل المتوقع اللي هيبدا بيه كابتن حسام حسن.